هلو، معاكم زياد طوسن، موشن جرافيك ديزاينر، وده اول فيديو هنبدا نشرح فيه برنامج ادوب افتر افكتس 2023. ما ينفعش موشن جرافيك ديزاينر ما يبقاش عارف الافتر افكتس، بس الافتر افكتس بيعمل حاجات تانية كمان غير الموشن، زي الفيجوال افكتس اللي هي التاثيرات البصريه، وبيستخدموها كتير جدا جدا في الافلام، زي تاثيرات النار وتاثيرات الانفجارات والجرين سكرين والكاميرا تراكنج. والافتر افكتس مميز جدا في الكومبوزيتنج، والكومبوزيتنج ده اللي هو تجميع العناصر المختلفه في مشهد واحد، يعني حاجات 3D على حاجات 2D على تأثيرات بصرية على مزيكا على حاجات مرسومة، كل ده بيتجمع في الافتر افكتس. بالنسبة لنا كموشن جرافيك ديزاينرز احنا بنستخدم الافتر افكتس في التحريك، ان هو بيحرك كل حاجة تقريبا، بيحرك كاركتر انيميشن موجود، بيحرك التكست موجود، بيحرك الشيبس موجود، بيحرك الصور بيعمل بيها سلايد شوز موجود، لو عايز تعمل الترانزيشنز اللي بتتعمل على سلايد شوز ده برضو موجود. الاستراكشر او التكوين بتاع الافتر افكتس لازم اكون فاهمه كويس. اكبر حاجه فيه وهي البروجكت، فاول حاجه بعملها هو ان انا بعمل نيو بروجكت. البروجكت ده لو انا مثلا بعمل اعلان لمولتو، البروجكت بتاعي هيبقى اعلان مولتو. اللي تحت البروجكت هي الكومبوزيشنز. الكومبوزيشنز هي وعاء فاضي، وعاء فاضي ممكن املاه اي حاجه، ممكن املاه صور، ممكن املاه فيديوهات، illustrations، مزيكا، مؤثرات صوتيه، فايلات فوتوشوب، ممكن املاه باي حاجه. بالنسبه لي لو انا بتكلم عن اعلان مولتو، الكومبوزيشنز بتمثل لي المشاهد بتاعه الاعلان. وخليك عارف انك ممكن تحط كومبوزيشن جوه كومبوزيشن جوه كومبوزيشن، مفيش اي مشكله، هي وسيله تنظيم مش اكتر، وان انا اركب حاجات على بعض. اي كومبوزيشن هتعمله ليه شويه سيتنجز لازم تحددها. اول حاجه هي المقاس، مقاسه كام بكسل في كام بكسل، الطول والعرض بتاعه. والافتر افكت موفر بريسيتس جاهزه للمقاسات اللي ممكن تستخدمها. فاول سؤال محتاج تساله عشان تحدد مقاس الكومبوزيشن هو الفيديو ده هيتنشر فين؟ فيسبوك ولا انستجرام ولا يوتيوب ولا على التلفزيون؟ كل حاجه من دي ليها المقاس الخاص بتاعها. وهنا انا جبت لك شويه امثله للمقاسات. فلو انا شغال مثلا فيسبوك فهيبقى ده المقاس بتاعي 1080 في 1080. لو انا شغال يوتيوب بجودة HD فانا هشتغل بالمقاس ده 1920 في 1080. لو انا شغال انستجرام او تيك توك او ستوريز فانا هشتغل بالمقاس ده 1080 في 1920. والرقم اللي فوق ده هو نسبة الطول للعرض، يعني هنا انا عشان شغال بالمربع فالمقاس 1:1، لكن هنا عشان انا شغال مستطيل فهتلاقي النسبة 16:9. ومعلومة، لو رقم 1920 في 1080 ده ضربناه في 2 هيبقى مقاس ال 4K، ولو ضربناه في 4 هيبقى مقاس ال 8K. الفريم ريت او ال FPS اللي هو فريم بير سكند، وده معناه عدد الصور اللي بتظهر في الثانية الواحدة. ولو انت مش عارف فالفيديو عبارة عن صور بتظهر ورا بعض بسرعة عالية جدا بتديك الإيحاء بالحركة. طيب انا اظبط الفريم ريت بتاعي على اساس ايه؟ على حسب انت شغال على ايه. يعني لو انت شغال على فيلم في الغالب هتستخدم 24، لو انت شغال على تلفزيون او حاجة لايف فانت بتستخدم في الغالب 30. لو انت عايز تصور سلو موشن فانت محتاج كاميرا بتصور 60 فريم في الثانية الواحدة، عشان لما تيجي تبطأ وتمط الفريمات دي يبقى عندك صور كافية ان هي تبين الصورة ناعمة وسموز. التراديشنال انيميشن اللي هما بيرسموا الكرتون واللي هما بيرسموا كل فريم لوحده، فعشان يوفروا وقت ومجهود بيرسموا على 12، وساعات بيرسموا على 24 لو الحركة سريعة شوية ومحتاجين يبينوا تفاصيلها. الناس اللي بتشتغل ستوب موشن بيستخدموا من 6 ل 8 فريم في الثانية الواحدة. انا كزياد بحب اشتغل على 30 فريم في الثانية الواحدة لانه بيديني حركه سموث شويه، بس انتوا تقدروا تستخدموا 24 و25 ومش هيقابلكم اي مشاكل. اخر حاجه وهي الديوريشن، وهو الوقت اللي ممكن تملى بيه الكومبوزيشن بتاعك، وتقدر تزود او تنقص في الديوريشن او في الفريم ريت او حتى في السايز في اي وقت وانت شغال. كفايه نظري بقى ويلا نبدا.